السلام عليكم خوتي وخواتاتي، لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا في الف خير يا ربي. الفيديو يلقاكم في احسن احوال. فيديو جديد، نهار جديد. اليوم بغيت نشارك معكم شي حاجه غادي نديرها وبغيت نشاركها معكم. ودابا غادي نمشيو للكوزينه باش نشارك معكم الشهيوه ديالي. ما تنساوناش بلي لايك ديالكم واشتراك والبارطاج، فضلا ليس امرا. بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصحاب. نمشيو للكوزينه نقدموا لكم شنو غنديروا. هانتوما خواتاتي كيما كتشوفوا، انا قلت لكم الشهيوه راه ماشي شهيوه، هذه غندير حليوه. غيجيوني شي ضياف على زعما ماشي على غفله. المهم واخا علموا، مثلا نهار واحد علموكم غديروا واحد الشكيل د الحلوه بالزربه موجود، انا غادي نوجدو معكم. هذا سريع دغيا كيوجد، وفي نفس الوقت كتحطوا شي حاجه زوينه للضياف ديالكم. يلا بسم الله. المقادير عندي هنايا قبسه ديال الملح، وعندي هنا كاس ديال العنبه السنيده، عندي هنايا 4 البيضات. يمكن لكم غديروا غير 3 حيت عندي انا البيض صغير، درت 4. غادي نحرك هاد البيض ديالنا مزيان. هاد الحلوه كتجي زوينه، هاد الحلوه محبوبه الجماهير كيبغيوها الناس بزاف. غنضربوا البيض ديالنا مزيان، وغادي ندير واحد الفاني. اييه فاني وحده. غنضرب عاوتاني مزيان. غادي ندير واحد الطانون الفاني تا هو. اييه الدانون كيما قلت لكم، دانون فاني مع الخليشه ديال الفاني. دونك الحلوه بالمذاق ديال الفاني، المذاق الفاني، حلوه بدون زبده واقتصاديه. نضربو مزيان الخليط ديالنا. الفاني نيت كلشي كيبغيه، النكهه ديالو محبوبه. وغنضيف هاد الكاس ديال الزيت كما كتشوفوا، كاس ديال العنبه الزيت. ونحركو مزيان. هاد الحليوه كتجي اقتصاديه. بعد ما خلطنا هاد الخليط مزيان غادي نزيدو واحد فلو ديال الفاني ديال الكراميل. هاد فلو كيلذذ هاد الحلوه هادي. هاد الكراميل كيجي زوين في الحلوه. دابا غنبقى نعبر بالكيسان باش نشوف الحلوه بالنسبه للمبتدئات، باش ما تجيهم كاع القضيه صعيبه. انا راه عبرت، ولكن غنعبر لهم بالكيسان باش يعرفوا شحال غتهز هاد الحلوه ديال الطحين. بالنسبه للطحين راني درتو مغربل. دابا غادي نضيف هاد واحد الخماره. احسن الخماره تغربلوها باش ما ديرش دوك الحبيبات. باش كنغربلوها كديرش لينا دوك الحبيبات كاع. كما قلت لكم درت الكاس الاول، ها نتوما دقيق مغربل. هانت كتهزو غير بشويه باش ما يدقش الكاس. الكاس الثاني، الكاس الثاني حنا بغينا نعبروا لهم بالكيسان باش نعرفوا شحال غتهز الحلوه، باش اي واحد غادي يديرها غتجيه ساهله. كاينه ولا لا؟ حيت البنات واخا كتقول ديك الغرامات كيقول لك لا، كاين اللي ما عندوش الميزان في الدار كيبغي يعبرها هكا بالكيسان. هاد الثالث غادي نحيد الضراب، نستعملو يدينا. هانتوما كما كتشوفوا العجين ديالنا باقي. دابا راه درنا فيه 5 ديال الكيسان اللي ضفت فيهم، وراه باقي غادي نزيد الكاس السادس. هانتوما كنجمعوها هكا. هاد الحلوه هادي ما كتحتاجش دلاك كاع، غير كندخلو فيها الطحين هكذايا كتجمع ليا. شحال من كاس طحين؟ دابا راه وصلنا 6 د الكيسان. بالنسبه للحلوه ديالنا ها هي كما كتشوفوا، رديتها على جنب، راه كتكون خفيفه. دابا راه رديتها ترتاح شويه ما بين ما وجدت اللاطه ديالي. وها نتوما معايا. دابا كما كتشوفوا بالنسبه للعجين ديالي راه فرقته على جوج. بغيت انا ندير جوج تشكيلات، لان بغيت ندير انا غير طبيصيل للضياف ان شاء الله. غادي نديروا جوج تشكيلات. هانتوما غتشاهدوا كيفاش الشكل ولا واحد كيفاش غادي نشكلو. شي حاجه غندير غير شي حاجه بسيطه. المهم ها نتوما معايا. ها نتوما خواتاتي كما كتشوفوا انا كنلوي الحلوه ديالي
بالنسبه لهذا الشكل هذا هانتوما كتشوفوا راه عندي واحد البيضه هنايا ضربتها بكلشي ديالها بالصفار والابيض. والمهم هانتوما معايا دقه دقه تتشوفوا شنو غندير بلا ما نحرق المراحل. ايوا هادشي اللي كاين اخواتاتي العزاز. دابا راه بعد ما غادي نقرص هذه كلها كتكوري ماشي كتقطصي، بحال التكوار بحال الطقراص كما قالت وحده، كنكورو ونعورو كلشي كما كتشوفوا. صافي راه كملت الكويورات ديالي ديال الحلوه. دابا غادي نديرهم هنايا في هذا الابيض كما قلت لكم، وغادي نديرهم في هذا سميتو شنو هذاك؟ هذا كاوكاو. لا كاوكاو ايفيلي هذا غتفندهم في كاوكاو. اييه بحال هكذايا. صافي وكنحطو هكا. صافي باينه تجي واعره ياكي. صافي غنجيب واحد المعلقه باش نبقى نهز. غادي نمشيو بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هذه الحلوه هذه من بعد ونتلاقى معكم على الشكل الثاني. كما كتشوفوا بالنسبه لهذا الشكل هو راه كملته هانتوما كما كتشوفوا. دابا غادي نشعل الفران ويسخن شويه متوسط، وغادي نخشي اللاطه ديالي. من بعد ما غنخشي هذا في الفران وغنكمل الشكل الثاني بالنسبه للقريصه اللي خليتها هي. دابا غادي نكمل هذه، ودابا غنخشي هذا في الفران وانتم معايا. كما كتشوفوا بالنسبه للشكل الثاني ها هو راه بديت فيه تنقرصو. كتكوريه تنكور وتنقرص. المتتبعين ديالي قاودين عليا بكلشي. تقراص راه الخبز بحال الخبز بحال العجينه. المهم راه حنا في العجينه خدامين. يلا زيد. كما كتشوفوا غادي ندير على هذا الشكل هذا، وغتبقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا عاوتاني هذا شنو غادي نحلق عليه. المهم هاد الشكيله كتجي زوينه والله العظيم. بعجينه وحده خرجت 2 شكيلات. خرجت 2 شكيلات. صافي طبيصير اللي غنحطو للضياف. هادشي اللي كاين. هانتوما اخواتاتي كما كتشوفوا بالنسبه للاطه الثانيه ها هي راه كملتها، وكندير ليها هكا هاد التقيبه. ضروري غندير ليها التقيبه هكايا، وواحد شويه عاودوا رجعوا حتى تكملوا. فين نرجعوا؟ وهذا الشيء لا فاش غيكملوا يرجعوا الاولى عاوتاني يديروها يعاودوا باش دير التقيبه مزيان، حيت هذه وفاش غيدخلوها عاوتاني الفران واحد شويه ويخرجوا عاوتاني يديروا ليها هكذا. هانتوما كما كتشوفوا بعد ما ساليت، حيت كنت كندير غا صبعي ما بغاتش تصدق ودرت هذه الجراره ديال الشباكيه وكنديرها في شويه ديال الدقيق وعاد غادي كنبرك. دابا غادي ندخل اللاطه ديالي الفران واحد شويه، عاودوا طلعوا عليها وعاودوا هاد التقيبات اللي كانها كيتسدوا تبقاو تبركوها هكايا منين تكون في العافيه واحد شويه وردوها طيب. وهذا الشيء اللي كاين اخواتاتي العزاز. ودابا غنخشي اللاطه ديالي. بالنسبه للشكل الاول اللي درت في الفران ها هو راه خرجتو راه طاب تبارك الله جا غزال. عرفتي جات واعره هاد الحلوه راقيه. هاد الحلوه هادي غنهزو هادي نقطعوها شوفوا كيفاش جات. هانتوما ماشي طايبه وهشيشه. هانت هشيشه والله لا هشيشه دوق. صافي وحنا بقاو معايا حتى الشكل الثاني ان شاء الله. الشكل الثاني خرجت اللاطه ديالنا ديال الحلوه. هانتوما كما كتشوفوا الحلوه الاخرى هي هذه. دابا عاد غادي نوجدوا باش نزينوها. هانتوما صافي هي راه طابت محمره ومزمره. ايوا هادشي اللي كاين. دابا غادي نوجد باش غنزينها. دابا كما كتشوفوا بالنسبه لهاد الكوبيل عندي انا فيه 100 غرام وانا بغيت نهز غير 50 غرام. ها هو الميزان غادي نهز 50 غرام ما نعبرها وقالتكم، لان غادي ندير غير كاس ديال الحليب. صافي هي هذه 50 غرام. دابا كما كتشوفوا 50 غرام هي هذه. نحيدوا الميزان ديالنا وغنضيف فيها كاس ديال الحليب نديرو هنا. دابا غادي ندير فوق العافيه غنحرك هذا الشيء مزيان وغنمشي نضيفو فوق العافيه تيبقى الحليب يطيب مزيان بحال غادي نغليه. هانتوما معايا
كما كتشوفوا بالنسبه للحليب صافي راه وصل لدرجه الغليان. دابا راه غادي نضيف هذا الشكلاط هذا. ها هو هنايا راه درت انا 12 القطعه اللي درت. الحليب سخون وغادي نبقى نحرك حتى يذوب ليا هذا الشكلاط هذا. يلا هانتوما كما كتشوفوا صافي الشكلاط راه داب مزيان، راه ذوبته. دابا راه غادي نديروا الحليوات ديالنا بحال هكذايا، تغمسهم نغمسهم. يشربوا ليا هاد الشوكولات. الشوكولا نقول عاوتاني الشوكولا. وتفننتهم في الكوك. هذه كتجي روعه، هاد الحلوه هذه كتجي زوينه بحال هكذايا. نديروا الاخرين عاوتاني يشربوا لينا الحليب والشوكولاط. هانتوما كما كتشوفوا غنحاول الحفيرات ما خصهمش يعمروا ليا بالكوك. كتخويهم هانتو صافي. وكنفندهم. هاد الحلوه محبوبه الجماهير، كيحبوها الصغار والكبار. هانتوما خواتاتي العزاز، دابا غادي نمشي على الطريقه هذه حتى نفند الحلوه ديالي كامله. بعد ما غنفند الحلوه كامله ونتلاقاو عاوتاني. هانتوما خواتاتي العزاز كما كتشوفوا بالنسبه للحلوه ديالي هي راه زينتها بالكوك. دابا راه غادي ندير ليها هاد، شديت واحد شويه ديال الشوكولاط ذوبته مع مريم. ودابا راه كنعمر هاد الحفيره اللي خليت هنايا. هانتوما عرفتي الحلوه ديالي كيفاش جات، ما نشهيكمش اخواتاتي العزاز. مهم هاد الحلوه كدار بالسرعه الضياف ديالكم اللي كيعيطوا عليكم في اخر لحظه ويقول لكم احنا جايين. مهم غتنوضوا هذه توجدوها بالسرعه سهله. وهذا الشيء اللي كاين انا غنمشي على هاد الطريقه تنكمل. اخوتي كما كتشاهدوا بالنسبه للحليوه ديالي راه كملتها وزينتها على هذا الشكل كما كتشوفوا. تبارك الله راه جات غزاله وزوينه ما شاء الله. وبنينه البنه شي حاجه روعه، شي حاجه زوينه. جربوها ما غتندموش عليها. وشكرا على المتابعه ديالكم. كنشكر الناس داخل المغرب وخارج المغرب، وما تنساوناش بالبارطاج ديالكم فضلا ليس امرا. وباي باي عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. باي باي.